صحتك النفسية هتتحسن لما تطلعي من أوضتك وتبطلي تجلدي في نفسك على أخطاء وحاجات ممكن ما تكونيش سبب فيها أصلا. ممكن تكون تعرضتي ليها وبقيتي ضحيتها وما كانش ليك يد فيها. لما تعرفي إن كل حياتنا مليانة أذى، الفرق في إن إحنا نستقبله بالطريقة الصح بدل ما نجلد نفسنا بيه ونفضل شايلينه على كتافتنا. لا، نحطه تحت رجلينا ونتعلم من اللي حصل ويرفعنا لفوق بدل ما ينزلنا لتحت. صحتك النفسية هتتحسن ما ترضي بكل اللي في ايدك وتسلمي الأمر لله، وتعرفي ان كل اللي بيحصل لك في حياتك له رسالة معينة ربنا بيوصلها لك، مش العكس. مش بياخد منك حاجة، ده بيضيفلك. حتى ابتلاءه بيكون جوه منحة، لو قدرتي تفهميها وتوصلي لها يبقى هتتحول لمنحة كبيرة تغير حياتك. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت لنا الابتلاء، لما بنتقبله وبنرضى بيه وبنبصله بجانب تاني وندور على السر جواه، هتلاقي منحة ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك عشان تنقلك لحياة تانية.